سؤال حلو قوي لكل الناس. لو انت عندك حموضة تعمل ايه؟ ها؟ صح، تاكل كاتشب، تاخد حاجة ساقعة. انت غلطان، انت في مصيبة. انت لو هي دي ثقافتك انت شغال غلط. لو عندك حموضة اوعى تاخد حاجة ساقعة. ليه؟ الحاجة الساقعة دي اصلا كربونيك اسيد، عبارة عن كربون دايوكسيد دايب في مية، فهي اسيد. وانت عندك حموضة يعني الاسيديتي عالية، اسيد وحط عليه اسيد تولع بطنك نار. طب خد توميتو، صلصة يعني، ما احنا اتفقنا ان الصلصة اصلا اسيد، فحط اسيد على اسيد تزود لك الحموضة. امال ايه المطلوب مني؟ المطلوب تاخد حاجة الكلاي. يعني ايه الكلاي؟ يعني حاجة تعادل الحموضة دي، تتفاعل مع الحموضة دي وتقللها. طب اعمل ايه؟ في حاجة اسمها ميلك اوف مغنيسيا موجودة في الصيدليات، كيس صغير كده عامل زي الميلك، بتقوم واخده، ده بيتفاعل مع الاسيد بتاع الاستومك ويقلل الاسيديتي بتاعتها، وكده بتستخدم as a treatment كعلاج to reduce the acidity of stomach. ركز، يبقى بستخدم ايه؟ ميلك اوف مغنيسيا، ميلك اوف مغنيسيا. طب وده عباره عن ايه؟ عن الكلاي اللي هو مين؟ مغنيسيوم هيدروكسيد. ده بستخدمه عشان اقلل الاسيديتي بتاعه الاستومك، وابعد عن الحاجه الساقعه، وابعد عن اي صلصه، وابعد عن الليمون، عشان كل دول اسيد يزودوا لك الحرقان اكتر في الاستومك. كنت معاك مستر محمد الشهاوي، ودي كويك تيب على السريع كده ليك انت واصحابك.